في فيديو النهاردة هنعمل وصفة لأحلى طرق السمك السنجاري في البيت بطريقة بسيطة وطعمه حلو قوي. هنحتاج معانا سمك بوري يكون مفتوح من الظهر ومتنضف ومتنشف كويس قوي. بعدين هنحضر التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك. معايا هنا في الكبة هحط جزر مبشور وفلفل ألوان أحمر وأخضر، كزبرة خضرة وشبت، هنزل بيهم كلهم في الكبة. بعدين هزود عليهم توم مفروم والبهارات بقى كزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة فلفل اسود وبابريكا وملح وكمون وبهارات سمك. بعدين هزود عصير ليمون ومعلقتين خل. بس كده هخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. بعدين هحط السمك على صينية فرن وبلف السمك كده بورق الفويل على شكل قارب، وهبدأ بقى اتبل السمك بالخلطة دي. لازم التتبيلة دي تكون ناعمة خالص كده. هتبل السمك كويس قوي من كل حتة، وبعدين هسيبه على جنب وهبدأ اجهز الخلطة للسنجاري. تقدروا هنا تستخدموا اي خضار انتوا حابينه. انا حبيت احط فلفل الوان احمر واخضر وبصل وطماطم وجزر وكزبرة وشبت، كلهم متقطعين مكعبات صغيرة. هنزل بيهم كلهم في بولة وهظبط الملح واهم حاجة طبعا برضو الكمون. هقلبهم كلهم مع بعض وهبدأ بقى اضيف الخلطة الخطيرة دي على السمك. هوزعها كويس بالشكل ده، ريحتها حلوة قوي. هحط على الوش بقى شرايح ليمون واخر حاجة رشة زيت صغيرة كده بس. وهدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 10 ل15 دقيقة كده، وهتاكلوا احلى سمك سنجاري. وهنا بقى بعد ما خرجته من الفرن ريحته خطيرة ومستوي حلو قوي. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي، وبألف هنا.